اكتر شخصيه عانت في تاريخ كل الشخصيات الخياليه اللي انت ممكن تشوفها في حياتك وهو جاتس. فانت لو هتعمل رانك لترتيب الشخصيات الخياليه اللي عانت القصص بتاعتها، فانت هتحط كل الشخصيات في خانه وهتحط شخصيه جاتس في خانه لوحدها. مش عايزين نرغي كتير وعايزين نبدا على طول نتكلم عن قصه جاتس وكل المعاناه اللي هو حصلت له في حياته، نلخصها كلها في الفيديو دوت. فروح بسرعه اعمل لايك وسبسكرايب واعمل لي فولو على انستا ويلا بينا نبدا. جاتس اتولد من جثة واحدة ست كانت معدومة على شجرة وجسمها متحلل. هو اتولد منها وقع في الدم والطين على الأرض. في جماعة من المرتزقة كانت معديين على المنطقة ديت وشافوا جثة الست المتعلقة في الشجرة وتحتيها طفل صغير. قائد المرتزقة ديت كانت مراته كانت حامل من فترة قريبة وأجهضت الطفل دوت. فلما شافت الولد الصغير دوت جريت بسرعة عليه وقالت ده ابني خلاص. طبعا كانوا فاكرينه في الأول ميت فقالوا له هرميه لحد ما اكتشفوا إن هو عايش وبيعيط والست ديت اتبنته. فتخيل معايا بقى إن دي الولادة بتاعته بس من جثة واحدة معدومة على شجرة وحاليا متبني من مرتزقة مجانين قتالين قتلة. المهم كبر جاتس وبقى عنده 3 سنين. امه اللي اتبنته ديت جالها مرض الطاعون وماتت على ايده. ومن الحاجات اللي تبين لك ان جاتس دوت طيب من هو صغير ان هم قعدوا يزعقوا له ويحذروه ويقولوا له ان هو ما يلمس امه عشان ما يتعديش منها، بس هو هيكرف لهم ويقرر ان هو يروح يمسك ايديها ويفضل جنبها لحد ما تموت على ايده. المهم ان لما امه ديت تموت دي كانت بقى بداية لعنة جاتس في الحياة كلها، لان هي كانت بتحميه ومهتمية بيه شوية. فلما ماتت هنا بدأ جوزها وقائد المرتزقة ان هو يعذب جاتس بكل الاشكال الممكنة اللي انت ممكن تشوفها، يضرب فيه كل ما يشوفه، بيستقوى عليه وبيعوره والحاجات دي كلها. ده غير ان جاتس بدأ ان هو يشارك في الحروب مع المرتزقة من هو عنده 6 سنين، بيساعدهم في الحاجات بتاعتهم ديت. فتخيل طفل 6 سنين عايش حياته وسط الموت والحرب، ده كمان بيشارك فيها، واللي المفروض يكون ابوه ده كان بيعذبه وبيلومه على كل حاجة حصلت وحشة حتى موت امه. فكان رفيق جاتس في الفترة ديت الوحيد هو السيف. فيعدي 3 سنين كمان ويبقى جاتس دوت عنده 9 سنين، وهنا بدايته في ان هو يشارك بجد في الحروب. وبعدين نوصل للزنج ده. الراجل ده ابو جاتس هيقرر ان هو يبيعه للراجل دوت مقابل 3 قطع فضيه. والراجل الضخم الزنج دوت اللي اسمه دونافون هيخش عليه يعني هيعتدي عليه. بس عمنا جاتس حتى من هو صغير برضه قوي وبياخد حقه وهيقتل دونافون دوت بعديها وينتقم منه طبعا على اللي هو عمله فيه. نيجي بقى بعديها لان ابوه دوت بيتقطع رجله في واحده من المعارك اللي هو هيخش فيها وبيتحول لواحد معاق خمرجي ملوش اي لازمه في الحياه. ولكن جاتس للاسف عشان هو طيب بزياده كان بيعتبره برضه ان هو لسه ابوه، فكان بيشارك في الحروب ديت وبياخد الفلوس اللي هو بيكسبها من الحروب ديت وبيصرفها على ابوه وبيديها له. ولكن كان كل اللي هو بيشوفه في المقابل ان ابوه دوت بيضربه وبيعذبه وبيعامله اسوأ بكتير جدا من الكلب اللي عندهم. كان جاتس ساعتها عنده 11 سنه لحد ما هنوصل بقى اليوم اللي هيدخل عليه ابوه ويحاول ان هو يقتل جاتس وهو نايم. جاتس هيحاول ان هو يدافع عن نفسه ولكن ابوه دوت هيعترف له ان هو اللي باعه لدونفون دوت وسابه يعمل فيه اللي هو عايزه. فكدفاع عن النفس جاتس بيضطر ان هو يقتل ابوه غصب عنه طبعا. فلما بقى المرتزقه دول بيلاقوا ان جاتس قتل ابوه هيهجموا عليه ويحاولوا ان هم يقتلوه، بس هيقدر ان هو يهرب منهم وهياخد سهم في كتفه ويتعور كام تعويره ويهرب في الجبال ويحارب هناك الذئاب اللي عايزه تاكله عشان شامين ريحه دمه لحد ما يغمى عليه. وهيلاقوه جماعه من المرتزقه تانيين وياخدوه يعالجوه ويخلوه ينضم ليهم. دي باختصار شديد كانت طفوله جاتس كلها معاناه وموت ودم والم، وحتى ما كانش عنده فرصه ان هو يحلم، ما كانش عارف هو عايز ايه، ما كانش عارف حتى يعبر عن نفسه. كل اللي كان قدامه هو المعاناه والقتال عشان بس يقدر ان هو يعيش. وده بيوضح لك حاجات كتير جدا في شخصيته في المستقبل وازاي المغامرات اللي هو هيروح يعملها عشان بس يحاول ان هو يستكشف نفسه ويستكشف العالم. شبابه بقى ومراهقته كانت عباره عن حروب بس، مدفوع بالغضب، بيحارب في المعارك مع المرتزقه دول وبيثبت نفسه بيطور من نفسه كمحارب، ولكن ما عندوش هدف في الحياه، يعني حرفيا بيحاول يعيش بس. لحد بقى ما بيقابل الملاك ابن الوسخه جريفس. يا خلاصه عليك يا خلاصه، I want you I need you، انا عايزك. جريفس بقى بيخش معاه في القتال دوت لو خسر فيه جاتس هينضم ليهم لفرقه الصقور، فللاسف هيخسر وهيعفو عن حياته جريفس وهيقول له ان هو ينضم ليهم في فرقه الصقور ديت اللي هو قائدها وصاحبها هو جريفس نفسه، ويقول له بقى انك انت بتاعي دلوقتي يا عمي عن ميتين امك يا عم. المهم بقى نعمل سكيب ونحاول نختصر شويه ان جاتس هيخش فرقه الصقور ديت ويعيش شبابه معاهم ويكون اخيرا شويه اصدقاء، مش بس اصدقاء لا دول هيتحولوا لحرفيا العيله بتاعته. ده كمان هيحب واحده اسمها كاسكا موجوده معاه في الفرقه ديت ويحبوا بعض بقى بعد ما كانت في الاول بتكرهه وبتشتم فيه وكده. فتحس ان الحياه بدات تبتسم له تاني مع ان هي كانت مليانه بالقتال والحروب، ولكن هيحس نفسه ان هو لقى مكان ليه في الدنيا
ديت مع ناس بيحبها وهما بيحبوه. المهم ان جاتس هيكبر، ومش هنتكلم عن حربه مع الكائن المرعب دوت اللي اسمه زود، ولا هنتكلم على قد ايه المرات اللي جاتس اتعور واتفشخ فيها، ولا ان هو حارب 100 واحد لوحده وهزمهم كلهم. احنا هنعمل بقى سكيب بقى ونروح بقى للفتره اللي اتدمرت فيها الدنيا. ركز معايا، جاتس هيروح في مهمه لصالح جريفس هيقول له عليها، وبالغلط في المهمه ديت العيل الصغير بريء ما عملش حاجه خالص، فده هيصدمه ويخليه مش قادر ان هو يتخطى الموضوع، لان الطفل دوت فكره برضه بنفسه وهو صغير، وطبعا الحاجه اللي هو عملها ديت حاجه وحشه جدا حتى لو كان من غير قصد. ولما يهرب ويروح لجريفس هيكتشف ان الشخص اللي بيعمل كل حاجه عشانه وحرفيا معتبره اخوه ما كانش شايفه كصاحب او حتى كشخص مساوي ليه. جريفس كان شايف نفسه ان هو عنده حلم ان هو يبني مملكه وان هو يبقى الملك فيها. فجاتس هيقرر ان هو يسيب فرقه الصقور ديت عشان بقى يروح ان هو يدور على ذاته وهو عايز ايه، لانه اكتشف ان هو كل اللي هو بيعمله في الحياه ان هو بيحاول يحقق حلم شخص تاني، مش بيحاول يحقق حلم نفسه هو، او حتى هو ما عندوش حلم اساسا. فعايز دلوقتي ان هو يشوف هو عايز ايه وهو عايش ليه اساسا. جريفس بقى لما جاتس يمشي هيتجنن وهيعمل حاجات غبيه جدا. الحاجات ديت هتخليه يتقبض عليه ويتسجن في سجن لوحده ويتعذب عذاب شديد جدا، وباقي فرقه الصقور هيتم مطاردتها من الملك ويحاولوا ان هم يقتلوهم ويصفوهم واحد واحد. ففرقه الصقور هتلاقي نفسها لوحدها بيتم مطاردتها من جيش الملك من غير القائد بتاعهم جريفس لانه محبوس، ومن غير جاتس لان هو سابهم اساسا. المهم ان هو هيرجع لهم بعد سنه ويكتشف كل اللي حصل، وان كاسكا كانت بتقود الفرقه ان هم يحاولوا ان هم ينجوا بحياتهم. فجاتس هيرجع ينضم لفرقه الصقور تاني ويقودهم وينقذهم، ويروح هو وكاسكا عشان ينقذوا جريفس من السجن. وهنا نكتشف ان جريفس ما كانش في احسن احواله خالص، اتقطع لسانه وعضلاته واوتار جسمه اتقطعت كلها، فبقى عباره عن شويه عظم متحللين بس وروح كده. فنقدر نقول ان هو ما بقاش يعتبر حتى بني ادم، هو بس مجرد هو عايش بس. ففي خلال السنه اللي فاتت دي كلها كان بيتم تعذيبه بابشع الطرق، وجاتس بيحاول ينقذه. هتشوف ان جريفس بيحاول ان هو يخنق جاتس وهو بينقذه، فجاتس هيحس بالذنب مع ان هو ما عملوش اي حاجه خالص، بس برضه هينقذه ويرجع لفرقه الصقور. جاتس بيقول لكاسكا ان هم يروحوا هما الاثنين يعيشوا في تبات ونبات ويجيبوا صبيان وبنات، بس كاسكا ديت مش هتوافق وهتقول له ان هي مش هتعرف ان هي تسيب فرقه الصقور، فهيحس بشويه مشاعر غريبه كده. نيجي بقى لأسوأ حته في القصه كلها. مستعد؟ ركز معايا، استعد اللي هتسمعه. جريفس هيقرر ان هو يضحي بكل اصحابه باداه معينه اللي هتخليه يتحول ويرجع تاني، مش بس ان هو كانسان، لا كحاجه اقوى بكتير وعنده قوه خارقه. فهيضحي بكل اصحابه وعيلته في ان هو يوديهم حاجه اشبه بالجحيم، ويبدا مسبحه في كائنات مرعبه جدا تبدا ان هي تقتل فيهم واحد ورا التاني بابشع طريقه ممكنه. كل ده وجاتس قاعد بس بيحاول ان هو ينقذ في جريفس واصحابه، وكل ده كان فاكر ان جريفس ملوش اي علاقه، لحد ما هيلاقي كل واحد من صحابه اللي هم عيلته مات بابشع طريقه ممكنه، ومش هيتفضل غيره هو وكاسكا بس. وفي وسط بحر ده اصحابه وهو بيحاول يقتل الوحوش ديت هيكتشف ان جريفس اخوه اللي كان بيعمل كل حاجه عشانه اللي انقذه خانهم، وهو اللي عمل فيهم كل دوت وتحول وبقى عنده قوه خارقه. بعدين جريفس يمسك كاسكا ويتعدى عليها قدام عيون جاتس اللي هيحاول يقاوم بغضب شديد ويصريخ لحد ما عينه تتفقع. بعدين يقطع ايده بنفسه كمحاوله منه ان هو يهرب من بق وحش ماسك ايده باسنانه ويحاول ينقذ كاسكا، ومش هيقدر برضه وهيقعد يتفرج غصب عنه عليه وهو عليها. وبعدين في كائن على شكل جمجمه راكب حصان هيجي ينقذهم، وهنا يكتشف جاتس ان كاسكا فقدت عقلها، مخها ساح خلاص، وتصوت وتحاول تموت نفسها كل ما تشوف جاتس، فما ينفعش ان هو يقرب منها تاني خالص. ودلوقتي صحابه وعيلته كلهم ماتوا في مسبحه عملها القائد بتاعه اللي هو اقرب شخص ليه اللي بيعتبره اخوه، وعينه مفقوعه وايده مقطوعه. ده غير كمان ان هو يكتشف ان عنده علامه في جسمه دلوقتي هو وكاسكا حطها له جريفس بتخليه كل ما الدنيا بتضلم تهجم عليه كائنات مرعبه كل يوم بالليل بتحاول ان هي تقتله لحد ما يطلع الصبح، وان هو مش هيعرف ينام تاني بالليل خالص ابدا، لان هو طول الليل بعد كده مضطر ان هو يقعد يحارب في كائنات خرافيه بتحاول ان هي تاكله وتقطع في جسمه وتقتله. ومن هنا بيبدا جاتس في غضب لا نهائي ضد جريفس وكل الكائنات المرعبه اللي هتحاول تاكله كل يوم، ومضطر ان هو ياخد باله من كاسكا اللي اتجننت خلاص وبتخاف منه، وفي كائنات مرعبه برضه عايز تموتها هي كمان، وان هو مضطر يحميها دايما ويحاول يعالجها مع ان باين انه مستحيل انها تتعالج او ترجع طبيعيه تاني، بس هو ما عندوش اي خيار تاني. فهيعلن الحرب على جريفس وكل الكائنات المرعبه اللي في الدنيا ديت اللي مش بس بتحاول ان هي تاكله كل يوم بالليل، لا دي كمان بتخش جوه احلامه الصبح، فيضطر ان هو ما ينامش حتى الصبح، وان المعاناه تفضل معاه للابد ضد عدو اللدود جريفس اللي كان اخوه قبل كده وبعدين اتحول بقى اقوى كائن في العالم. يا لهوي، كانت صعب ان انا اقولها بالسرعه ديت، مش عارف تقدر بس الموجود اللي انا بعمله عشانك. ومن هنا بقى يا رجاله نبدا نقول ان قصتنا مع اخونا جاتس اللي بيبدا حياته في عالم سحري غريب جدا جدا، كل الكائنات السحريه الشريره اللي في العالم دوت ضده، والكائنات ديت مسيطر عليها جريفس اللي هو عدو اللدود، وجاتس عايز ينتقم منه وفي نفس الوقت يحمي نفسه هو وكاسكا اساسا عشان مش عارف حتى يسرفايفل، مش عارف حتى يتاقلم في العالم من غير ما يعمل اي حاجه. كل دوت بعين واحده
بس وايد واحده بس، ومعهوش في الدنيا دي غير بس سيفه، غضبه، الكراهيه، ورغبته في الانتقام. انا شايف ان دي قصه جميله جدا جدا تحكيها للاطفال قبل النوم، يعني لو انت عايز الطفل دوت ما ينامش تاني طول حياته. بعد كده بقى انت بتشوف اصلا الكاتب بيعمل كل حاجه في الدنيا عشان يحسس جاتس بالمعاناه. يعني انت اللي انت شفت دوت كبير، اللي حكيته لك دوت معاناه وشافها، بس لسه في معاناه كتيره جدا هيعيشها بعد كده اساسا. وهيجيب لك بقى ان جاتس طبعا في دماغه هيشوف ان كل دوت بسببه هو، وان هو مجرد لعنه في الدنيا ديت زي ما كان بيتقال له وهو صغير. مع ذلك هتلاقي جاتس بيحول كل دوت لقوه، بيحول الغضب والكراهيه والحاجات دي كلها لقوه بتدفعه لقدام عشان يحقق هدفه. والجامد بقى فيه كمان ان هو ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا عشان بس يحقق هدفه، مفيش اي حاجه تقدر ان هي تقف قدامه، فهو مش طيب خالص. بس انت لما بتقدم في القصه شويه بتلاقي ان كل ما بيتقدم جاتس اكتر وكل ما بيبقى اقوى كل ما بيبعد عن هدفه اكتر، لان اهدافه اصلا مستحيله، يعني بعيد عن الحاجات كتير قوي اللي هتحصل له الوحشه والمجنونه جدا جدا. يعني منها مثلا ان جاتس هيقابل جريفز تاني، وهيلاقي ان جريفز بقى في حته تانيه خالص ومسيطر على كائنات وحاجات غريبه، وجريفز هيقوله ان هو مش ندمان على اللي هو عمله دوت، وان هو مش حاسس بحاجه، وانه كان كل الحاجات دي عملها عشان بس يحقق خطته ان هو يبقى يبني مملكه وان هو يبقى مالك فيها. فالحاجات دي بتخليه اسوأ واسوأ. فطول بقى احداث المانجا الدنيا جايه عليه قوي قوي، يعني كل شويه يخسر ويقوم ويخسر تاني ويقوم تاني ويخسر تاني ويقوم تاني. وفي الناحيه التانيه خالص هتلاقي جريفز كل اللي بيعمله ان هو بينجح. الراجل راح عمل فرقه صقور تاني، بس المره دي جاب كائنات خرافيه جامده فشخ، وحاليا بيبني في المملكه بتاعته اللي كان بيحلم فيها قبل كده وبينجح فعلا فيها. كل ده في الناحيه التانيه هتلاقي جاتس بيعاني، بيحاول وحيدا في العالم ده كله، بيقاوم العالم كله لوحده. يعني مثلا بيلبس درع اسود بيديله قوه خارقه عشان يقدر ان هو يحارب الكائنات اللي هو بيشوفها ديت، بس في نفس الوقت الدرع دوت بيخليه واحده واحده بيفقد عقله ويتوحش، وبيأثر كمان على جسمه بالسلب وبيفشخه حرفيا. فكل مدى وانت بتشوف وبتقرا احداث القصه بتشوف ان هو مفيش امل وبس كده. بس نحب برضه في الاخر ننوه ان المانجا ديت بيرزيرك مليانه مشاهد دمويه اوفر جدا جدا، في ناس كتير مش هتقدر ان هي تتحملها، ده غير ان هي مليانه مشاهد وحشه، مليانه مشاهد فوق ال 18 بشكل مهول. فانا ما انصحش ان حد يقراها، فلو انت هتقراها على مسيرتك الخاصه، ماليش اي دعوه خالص. كمان هي مليانه بالكميه كفر رهيبه والعياذ بالله، يعني مليانه كفر رهيبه واستغفر الله العظيم، وبيقعد بقى يقول لك الهه ومش الهه وحاجات كده برضو ملناش دعوه بيها خالص، وبنخلي مسؤولياتنا منها. انا بعرفك عشان لو انت هتقراها ان احنا ملناش دعوه بالحاجات ديت خالص. احنا في الفيديو ده بنستعرض شخصيه بطل المانجا الخياليه ديت خياليه والحاجات اللي تعرض لها وبس كده. شكرا، سلام.